صباح الخير، صباح النور، كنتمنى تكونوا بألف صحة وسعادة. الحلقة ديال اليوم غادي نشوف معكم، ما غاديش نقول لكم الوصفة لأن الوصفة سهلة، ولكن غنعطيكم نصائح ونجرب معكم لي برودوي اللي عندنا في المغرب، شنو أحسن حاجة أولا الحاجات اللي عطاوني أحسن نتيجة، الطريقة واش نصايبوهم صغار واش نصايبو وحدة كبيرة. المهم غادي نشوف معكم كل شيء كيفاش نقدروا نزينوهم. هو ديسير ساهل بزاف وغادي ينفعكم في رمضان، غير ما تكتروش منه لأنه كيبقى نوع من الحلويات، يعني ماشي غير نسمعوا ياغورت غريك مع البسكوي صافي راه صحي ولا زدنا عليه دي فخوي راه صحي، ولكن هكذا اذا بغينا شي ديسير بلا ما نتعبوا راسنا بلا ما نوقفوا بزاف. وصراحه بالنسبه اولا مقارنه انني تقريبا ما درت حتى حاجه، عطاني ديسير لي زوين بزاف وخفيف. غير هو شوفوا معايا، انا غادي نجرب معكم ديجا ونوريكم، نعطيكم الفرق، نوريكم شنو الحاجات اللي ما عجباتنيش والحاجات اللي عجباتني. فتبعوا معايا الحلقه من الاول حتى الاخر، غتلقاو فيها اكيد الحاجه اللي غادي توالمكم. غادي نحتاجو ياغورت يوناني اللي هو الياغورت غريك. في المغرب هذا هو اللي لقيت زعما كورون اللي كاين بزاف، هذا بالنقاص ما لقيتش بالفاني. والحاجه اللي ما مكتوبش عليها ياغورت يوناني هو هذا ديال الشرقي، هذا اللي فيه السكر هو اللي غادي يصلح لكم في هذه الوصفه هذه. واخا ما مكتوباش عليه ياغورت يوناني ولكن هو اقرب واحد الياغورت اليوناني. فانا غادي نحل لكم ونوريكم لا تيكستور ديال كل واحد والمذاقات اللي فيهم. فبالنسبه لهذا ردوا البال، راه كاين واحد زرق ما فيهش السكر وما كيجيش زوين في هذه الوصفه. شوفوا معايا القوام ديالو كيفاش داير كريمي، هذا ناتور يعني ما فيه لا فاني لا حتى حاجه. وهذا غادي تلقاو فيه المذاق شويه ديال الفاني مع المذاق شويه ديال النقاص، مذاقه حتى هو زوين ومن الحاجات اللي كنشريهم انا حتى في الايام العاديه. فهذا زوين بزاف والاخر حتى هو زوين. غير حنا غادي نشوفوا الحاجه اللي اقرب التشيز كيك، هذا سميتو تشيز كيك ياباني وصراحه ما عنده حتى علاقه مع التشيز كيك الياباني. غادي نبداو بالشرقي اللي كيف ما قلت لكم ناتور، هو اللي نقدروا نزيدوا ليه القهوه. هذه الوصفه هذه كيزيدوا فيها معلقه كبيره ديال القهوه. هنا يا اما تاخذوا زوج ديال لي بو صغار يا اما كيتباع واحد كبير، لان لي بو صغار يلا فيهم 80 غرام، الكبير فيه 160. فاذا ما لقيتوش اغلبيه كنلقى غير صغار، خذوا زوج وخلطوهم وزيدوا معاهم معلقه كبيره ديال القهوه. بالنسبه للبسكوي انا غادي نجرب معكم باش نقول لكم اللي عطاني احسن نتيجه. هذا البسكوي هذا راكم عارفينه مع شي حاجه ريكا ولا كوستاريكا شي حاجه بحال هكذا، وهو تقريبا بحال البسكوي اللي كيتباعوا بحال لي بوتي بور، بحال لي بسكوي ديال ماريا، نفس القوام ديالهم. ملي غادي نستعملو غادي نوريكم النتيجه ديالو في الاخير. حاولوا على حساب البول اللي عندكم او على حساب الكاس اللي عندكم تقطعوا البسكوي. انا مثلا هذا قطعته على 3 لانه طويل، خاص البسكوي يكون مخشي بحال هكذا ويبقى لي واحد شويه اللي نقادو من الفوق، باش ملي تدخلوه للثلاجه يشرب هذاك السوائل كاملين اللي كاينين ويعطيكم واحد البسكوي اللي كيجي ارطب وكيجي خفيف. الخطأ اللي ما ديروهش نهائيا واللي شفتو بزاف هي انكم تدخلوا البسكوي في وسط من القهوه او لا وسط من شي ليكيد. هو ديجا غير بحال هكذا من غادي تدخلوه الثلاجه، انا ما فزكتو ما والو، انتم غتشوفوا معايا القوام ديالو كيفاش كيكون. فغادي نغطيهم بالفيلم اليمونتير. وردوا معايا البال هادو اللي صايبناهم بالفرomاج بلون ناتور، ما كاتبين عليه فرomاج بلون ولكن كيف ما قلت لكم اقرب حاجه الياغورت غريك اللي كيتباع على برا. هنا غادي ناخذوا الياغورت غريك اللي شفت معكم ديال الجوده اللي فيه المذاق ديال النقاص. كاين واحد اخر فيه المذاق اولا فيه قطع صغيره ديال التمر وشويه ديال لافوان. انا خديت هذا حسن صراحه في المذاق ديالو. وغادي ندير له نفس الحاجه، غادي ناخذ البسكوي غادي نقطعه، ولكن هذا ما درتلوش القهوه لان ما غاديش يجي معاه المذاق ديال القهوه، فيه هو ديجا المذاق ديال الفاني والمذاق ديال النقاص. فكتاخذوا غير البسكوي بحال هكذا وكتقطعوه على 3 وتخشيوه لداخل. اذا كان البسكوي ماشي طويل بزاف قسموه على زوج وقادوه بحال هكذا. غير هو النصيحه اللي نعطيكم كثروا البسكوي، البسكوي يكون حاضر باش كيشرب لكم السوائل وكيجيكم هذاك الديسير ديالكم قابط راسو. ونفس الحاجه كنحاول انني نغطي هذاك البسكوي، غادي ندير له فيلم اليمونتير. وهذا لو ديسير كيبات في الثلاجه باش الصباح كتلقاوه شارب السوائل كاملين وكيعطيكم هكذا لا تيكستور ديالو كتكون كريموز يعني ما تبقاش سائله. هنا كنوريكم في النهار الثاني صافي البسكوي راه شرب السوائل كاملين. كيفاش نقدروا نزينوا هاد لي ديسير ديالنا؟ هادو اللي صايبتهم بالهذا ديال الشرقي الفرomاج بلون، درت له شويه يا اما ديال لا كريم ديال سبيكولوس اللي هي الكريمه ديال لوتوس، ولكن كاين بزاف ديال البدائل ديالها تقدروا تلقاو مع الناس كتبيع الاشياء الخاصه
بالحلويات. كتقدروا ديروا لا كريم دو بيستاش حتى هي راها كاينه، ماشي لا بات دو بيستاش، لا كريم، غتزينوه بشويه ديال البيستاش. نقدروا نديروا غاناش شوكولا اولي حتى هي نفس القياس ديال لا كريم مع نفس القياس ديال شوكولا اولي، وكطحنوهم مع بعضياتهم كيعطيوكم هاد لا تيكستور هادي. علاش قلت لكم شوكولا اولي؟ باش كتبقى كريميه كتجي حسن في لي ديسير. ومن بعد هنا بالنسبه للناس كيعجبهم الفواكه، هذاك الياغورت غريك اللي فيه المذاق ديال النكاس، فزدت له شويه ديال الفريز مقطع بحال هكذا، كتزيدوا له شويه ديال السكر كلاص. تقدروا تزينوا بالكولي ديال فرامبواز مطحون مع شويه ديال السكر والحامض اللي كتخليوه كيغلي حتى كيعقد شي شويه، وكتخليوه يبرد وتقدروا تزينوا به مع لي فرامبواز فريش. بالنسبه للناس اللي بغات شي حاجه هكذا حتى هي صحيه، تقدر دير مكسرات، شويه ديال الكركاع مع شويه ديال الزبيب بحال اللي كنديروا في زعزع. تقدروا ديروا المكسرات اللي كيعجبوكم، ديروا فواكه، ديروا الحاجه اللي كتفضلوها في هذا لو ديسير هذا، يعني كيمشي مع كلشي. هنا نجي نعطيكم الملاحظات ديالي بالنسبه لهذاك اللي استعملنا فيه الفرomاج بلون ديال الشرقي، هو اقرب حاجه للتشيز كيك وجا معلك وجا زوين بزاف. هو اللي درنا به اللوتوس ودرت به لا كريم دو بيستاش والشوكولا، فهو اقرب حاجه بالنسبه للفرomاج بلون اللي غتستعملوه اولا الياغورت غريك. كنختار الشرقي لان جا حسن بزاف من الياغورت الاخر اللي فيه النكاس، واخا هذاك حتى هو بنين وكنشري انا في الايام العاديه. ولكن بالنسبه لهاد الوصفه هذه شنو نقدروا نديروا فرomاج بلون ديال الشرقي اللي اللون ديالو فيولي، يعني اللي بالسكر. فبالنسبه للبسكوي العادي ولا انواع البسكوي العادي صراحه كتفزق اكثر من القياس، يعني كتولي فازقه بزاف، ما كتجيش معلكه بحال البسكوي بالقرفه بحال لوتوس او اي بديل ليه. باش نديرو هنايا ملخص، فبالنسبه لي البسكوي من الاحسن تختاروا بسكوي بالقرفه، يعني بحال الشكل ديال لوتوس او لا اي بديل ليه، راه كاين بزاف ديال الماركات. الملاحظه الثانيه، الفرomاج بلون اللي تستعملوه هو هذاك ديال الشرقي، لان اكثر واحد كريمي، هو بحال الشكل ديال بيغلي الزرق ولكن كريمي عليه اكثر وعاقد عليه اكثر، فهو احسن واحد. ثالث حاجه، ما تستعملوش القهوه، ما كتزيد حتى حاجه وما كتبانش بزاف، وغير كتخلي ان هذاك الياغورت يولي جاري اكثر وكيعطيكم البسكوي كيتفزك بزاف. فكثروا البسكوي، استعملوا بسكوي اللي بالقرفه لانه كيكون قاصح شويه وكيشرب بزاف وكيجي معلك في الاخير. استعملوا فرomاج بلون بلا قهوه. ومن الاحسن انكم تستعملوا شي حاجه اللي عائليه بحال هكذا، البسكوي كيشرب مزيان مزيان، كيعطيكم واحد لو ديسير اللي تقدروا هكذا تاكلوه مع بعضياتكم. والناس اللي مثلا بغات ديروا فردي راه ماشي مشكل، غير انا كنعطيكم من التجارب ديالي شنو الحاجه اللي عطاتني احسن نتيجه، باش نعطيكم ملخص في الاخير اذا بغيتوا تجربوا هذا الترند هذا، شنو الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش، هكذا بلا ما تضيعوا فلوسكم من الاول. بالنسبه للمقاس ديال هذا لو اللي صايب غادي نعطيه لكم اولا غادي نكتبوا لكم في صندوق الوصف. الكميه اللي دخلت ليا ديال الفرomاج بلون هي هذوك العلب الصغيره، يا اما استعملوا منها 10 8 لتحت، غير كتخلطوه ما تضيفوا له حتى حاجه، لا قهوه لا سوائل لا والو، وزوج غنديروهم من الفوق. استعملتوا العلبه الكبيره اللي فيها 160 غرام، غتستعملوا 4 لتحت اللي غديروهم، وعلبه واحده غتخليوها من الفوق. الكميه ديال البسكوي اللي دخلت ليا هي العلبه الكبيره، والسر ديالو كما قلت لكم انه البسكوي يكون كتير بحال هكذا. وهذاك الشيء اللي بقى ليا غادي نزيدو من الفوق. انا هنايا زدت جوج ديال العلب صغار، كيف ما قلت لكم تقدروا تزيدوا العلبه الكبيره. هذه النتيجه النهائيه واحسن حاجه بالنسبه لي في هذا الترند هذا. وهذا البلا هذا او هذا البيغكس هذا راه تبارك الله عائلي، غادي ياكلوا فيه 6 ديال الناس. ديسير ساهل ماهل، ما غتحسوش نهائيا انكم كتاكلوا ياغورت الا درتوه بالطريقه اللي قلت لكم بهذه النصائح الاخيره اللي عطيتكم. هما نورمالمون كيديروا غير الكاكاو من الفوق. بالنسبه لي هذا ديسير كيحتاج شي حاجه من غير الكاكاو، كيحتاج يا اما نديروا له صوص ديال الشوكولا، يا اما نديروا له هكذا لا كريم دو سبيكولوس، يا اما اي حاجه من الفوق اللي تزيد تعطيه اولا تبننه. واهم حاجه انكم تخليوه يبات ليله كامله في الثلاجه، اولا على الاقل 8 ديال الساعات، يعني تقدروا تصايبوه في الصباح وفي العشيه تاخذوا 8 ديال الساعات كيكون رطاب البسكوي. وانتم تقدروا تشيكيو، يعني تخشيو واحد الفرشيطه لداخل، ملي تفوت واحد 6 ديال الساعات لقيتوا البسكوي رطاب صافي تقدروا تاخذوه. وكتسخنوا لا كريم دو سبيكولوس ديالكم هكذا توزعوها على غير ما تكثروهاش بزاف، ديروا طبقه اللي تكون رقيقه. العلبه الكبيره ديال البسكوي خليت منها واحد 3 ديال الحبات اللي غادي نزين بهم بحال هكذا باش نعطيو القرمشه.
ولا كريم زيدوها حتى الاخير قبل ما تاكلوه باش كتبقى رطبه بحال هكذا. وهي واخا كتدخلوها الثلاجه راه كتبقى رطبه. وشوفوا صراحه مقارنه مع ما درت حتى حاجه، ديسير زوين بزاف. حتى اذا جاي عندكم الناس تقدروا توجدوه ليله من قبل وهكذا تقدموه لهم. تقدروا تقسموا هذا الديسير هذا على 6 وتقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى ان هاد النصائح اللي عطيتكم، ان هاد لا كونكلوزيون اللي خرجنا بها تكون فاتكم. ونشوفكم بخير وعلى خير في الحلقه المقبله ان شاء الله. ديسير اللي غادي ينفعكم بزاف في رمضان. حتى اذا كانوا جاي عندكم الناس راه تقدروا تقدموه. اذا استعملتوا معاه فروماج بلون كيف ما قلت لكم الجوده ديالو عاليه. والناس اللي ساكنين خارج المغرب راه عندكم لو شوا، عندكم بزاف ديال الانواع ديال الياغورت غريك اللي صراحه زوينه بزاف. غير ما تستعملوش هذاك اللي مسوس اولا بدون سكر، وما تستعملوش الياغورت اللي ما فيش سكر، راه كيجي حامض وما كيجيش زوين نهائيا. فنتمنى نشوفكم بخير وعلى خير في الحلقه المقبله ان شاء الله. خليوا لي لايكاتكم، تعاليقكم الزوينه، بارطاجيو الحلقه مع اصحابكم واحبابكم. جايين وصفات اخرى، جايين شهيوات اخرين ديال رمضان اكيد.